بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنكمل شرح بقيه الاجزاء في تصميم مبنى سكني طبقا للكود الامريكي. احنا المره اللي فاتت كنا وقفنا ان احنا دخلنا احمال الزلازل والرياح وحلينا المنشأ. انا بس هعيد حاجه كده سريعه هنوه عنها عامله لخبطه. اه، احنا دلوقتي انا كنت مدخله في احمال الزلازل حالتين: احمال الاستاتيك والاحمال الديناميك. فالموضوع ده دلوقتي عامل لخبطه. لو رجعنا تاني كده انا كنت منزله فيديو قبل كده شرح عام لاحمال السايزميك لود طبقا للكود الامريكي. لو رجعنا كده هنلاقي ان في طريقتين لادخال الاحمال، لا اما الطريقه الاستاتيك ميثود لا اما الطريقه الديناميك ميثود. طيب الاستاتيك ميثود دي كانت بتنطبق على ايه؟ هو طبقا للكود الامريكي ده كان متقسم الزونز كانت متقسمه لكذا كاتيجوري، الكاتيجوري من اول ايه لحد اف. طيب لو رجعنا تاني كده عشان نفتكر الديزاين كاتيجوري دي بتنطبق على ايه او بنحددها ازاي؟ طبقا لحاجه اسمها كنا بنحدد الاكسلريشن اللي هي العجله في اتجاه الشورت بيريود وعند 1 ثانيه. تمام، انا بس هقول الكلام ده سريع وهسيب برضو لينك الفيديو ده لو حد عايز يفهم اكتر هيسمعه وهيفهم باذن الله. وكان بينطبق على حاجه تانية اسمها الايكويفالنسي كاتيجوري. طيب الكلام ده كان لو عايزين بقى نحدد احنا في انهي بالظبط، واقعين في انهي منطقه زلزاليه. احنا عندنا قلنا بيتوقف من ايه لحد اف. تمام، احنا بنكون محددين جايبين قيمه الاس دي اس والاس دي 1. تمام، ومحددين قيم الايكوفالنسي كاتيجوري. طبعا الكلام ده له جداول من الكود الامريكي وبناء عليه احنا بنحدد احنا واقعين في منطقه زلزاليه من اول ايه لحد اف. تمام، قلنا المنطقه اللي هي الاول لو احنا وقعنا في منطقه زلزاليه الاولى اللي هي منطقه ايه دي اللي هي ايه المنطقه اللي هي المبنى بيبقى امن من ناحيه الزلازل، مفيش عليه خطر خالص من اول بي لحد اف. ده لازم نصمم الزلازل، لازم نصمم الزلازل. طيب لو رجعنا تاني للطريقتين، احنا قلنا احنا عندنا طريقه ستاتيك ميثود والديناميك ميثود. الطريقه الاستاتيك بتنطبق على كل انواع الكاتيجوري بتاع المبنى ما عدا 2. لو المبنى بتاعنا واقع في كاتيجوري اي او اف ده ما ينفعش معاه الطريقه الاستاتيك خالص، لازم نعمل ايه طريقه الديناميك اللي هي ريسبونس سبيكترم. طب لو نزلنا كده على طريقه الديناميك ميثود ده بينطبق على كل انواع الكاتيجوري بتاع المبنى من اول ايه لحد اف. انا بقى لما جيت دخلت في الايتابس لو رجعنا تاني كده انا دخلت طريقه ايه الاستاتيك وطريقه الديناميك. طيب الناس متلخبطه تحل بالاستاتيك ولا تحل بالديناميك؟ الطريقه الاستاتيك الريسبونس سوري الطريقه الديناميك هي الاشمل واللي ممكن نكمل بيها باقي الحل بتاعنا، وممكن ما نعملش نستغنى عن حاله مين اللي هي حاله الاستاتيك اللي احنا كنا بنعرفها من ديفاين لود باترن ونقوم جايين مدخلين الاي كيو اكس والاي كيو واي اللي هي لان الريسبونس سبيكترم ده الاشمل لكل انواع الكاتيجوري بتاع مين المبنى. طيب انا ليه هنا دخلت الطريقتين الاستاتيك والديناميك؟ عشان الناس تعرف ازاي بتدخل الاستاتيك وازاي بتدخل الديناميك، وعشان حاجه تانية لان في تشيك بعد الحل بيتعمل. اللي تشيك ده عباره عن ايه؟ طبقا للكود الامريكي قال ان احمال الديناميك مفروض ما تقلش عن 85% من احمال الاستاتيك. ده بس البوينت اللي خلاني ان انا اعمل احمال الاستاتيك والديناميك في الايه في المنشأ. فاحنا كده مدخلين المبنى معرضينه للورست كيس. تمام، عشان بس اللخبطه اللي حاصله يبقى احنا مدخلين احمال الاستاتيك والديناميك عشان احنا بنحل على مين على الورست كيس. طيب لو رجعنا تاني بقى كده احنا كنا مدخلين احمال الديناميك. لو رجعنا هنا كده من لود لو رجعنا من لود كيسز احنا عرفنا الفانكشن اللي هي ريسبونس سبيكترم، وهنا كده في اللود كيسز عرفنا ايه الريسبونس في اتجاه اكس والريسبونس في اتجاه واي. لو عملنا موديفاي كده عليه عشان نتاكد الكلام ده كنت شرحه في الفيديو اللي قبل كده. الريسبونس في اتجاه اكس وقلنا اكسلريشن بنختار يو واحد. السكيل فاكتور قلنا اللي هو الاي في جي على ار، الاي اللي هي الامبورتنس فاكتور، الجي عجله الجاذبيه، الار بتيجي من الجداول اللي هي ايه الريسبونس موديفيكيشن فاكتور بتعتمد على النظام الانشائي المقاوم للزلازل. احنا هنا مستخدمين شير وول فالار بتساوي 5. طيب الفانكشن احنا هنا انا بقى يعني نسيت حاجه ان انا اعدلها. الفانكشن لازم هنا الفانكشن تكون ايه دالة الريسبونس اللي احنا كنا معرفينها. يعني انا هنا لازم اختار الفانكشن اللي هي ايه الريسبونس اللي احنا كنا معرفينها ونعمل اوكي. نعمل تشيك كده على الريسبونس في اتجاه واي، نعمل موديفاي نفس القصه، وبرده كنا المفروض نعرف هنا الفانكشن اسمها ايه الريسبونس. اوكي اوكي. لو قلنا مين قال لي حد فينا الريسبونس دي اللي هي كنا معرفينها من ديفاين هنا كده فانكشن
ريسبونس سبيكترم، ومعرفين داله اسمها داله الريسبونس. لو عملنا موديفاي كده اللي هي ايه داله ريسبونس سبيكترم، نعمل اوكي. طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنحل المنشأ تاني. يبقى عشان اللخبطه اللي كانت حاصله امتى ان احنا نعمل رن للستاتيك وامتى نعمل رن للديناميك، احنا قلنا بندخل الحالتين. هو المفروض بندخل حاجه واحده طبقا لمين؟ للكاتيجوري بتاع المبنى، بس انا دخلت الحالتين هنا عشان هعمل تشيك على ان نسبه احمال الديناميك لا تقل عن 85% من احمال الاستاتيك فقط لا غير. لو حد عايز يحل بالديناميك لوحده يبقى ده تمام، مش مشكله ان هو يدخل الاستاتيك، عشان الموضوع يا رب يكون الموضوع اتبسط والامور اتفهمت يعني. كده المنشأ بيحل اهو. كده رجعنا تاني بعد ما المنشأ حل. مفروض بقى ان احنا بنعمل التشيك. هنعمل التشيك ازاي؟ بنيجي من الجنب كده من هنا هنلاقي حاجه اسمها تيبلز، تمام؟ لو ضغطنا عليها هنلاقي حاجه اسمها اناليسيز ريزلت. لو ضغطنا عليها برضو هننزل تحت لحد ما نلاقي حاجه اسمها structure output. لو ضغطنا برضو على structure output على علامه البلس اللي قدامها هنلاقي حاجه اسمها بيز رياكشن. نضغط على البيز رياكشن ونضغط على التيبل بيز رياكشنز. لو ضغطنا عليها كده كليك يمين وعملنا شو تيبلز، من الاوتبوت كيس هنعمل كليك يمين ونختار حاله اي كيو اكس وكنترول من الكيبورد اي كيو واي. ننزل تحت كده لحد ما نلاقي برضو نضغط واحنا ضاغطين كنترول ريسبونس اكس وريسبونس واي ونضغط على ابلاي مالتيبل ايتم فلتر، تمام؟ هنبدا بقى نعمل التشيك. يعني انا عامله مدخله حالات الاستاتيك والديناميك عشان نعمل التشيك ده. طيب التشيك عباره عن ايه؟ ان مفروض ان الاستاتيك الديناميك على الاستاتيك ما تقلش عن 85%. طب لو جينا حسبناها هنا طبعا هي انسيف هنا. ليه بقى؟ لان احمال ريسبونس اهو في اتجاه اكس بكام؟ ب 423. هنا على الاي اكس الاي كيو اكس ب 681. فطبعا كده انسيف لان الريسبونس اكس اقل من مين؟ من الاي كيو اكس. طبعا عشان نظبط النسبه دي او عشان نخلي التشيك ده سيف بنعمل ايه؟ بنقوم جايين تاني قاسمين. يعني لو كتبنا كده بره احمال اي كيو اكس طالعه بكام؟ ب 681 علامه 3859 علامه 3859. دي مين؟ الاستاتيك. ولو نزلنا تحت كده خدنا الديناميك ريسبونس اتجاه اكس الديناميك، خدنا مثلا الرقم ده كنترول سي على طول وهنا كده كنترول في، وقلنا ان ده مين؟ حاله الريسبونس اللي هو مين؟ الديناميك. عشان نظبط بقى النسبه بتاعه المفروض نعمل ايه؟ بنقول ان احنا هنقسم نسبه قيمه البيز رياكشن بتاع الاستاتيك على البيز رياكشن بتاع الديناميك، وبعدين بنقوم عاملين ايه؟ ضاربين الرقم ده في 85 من 100 هيطلع ده نسبه السكيل فاكتور. هنقوم جايين ضاربين ده الرقم ده كده في
اي في جي على ار. لو فتحنا القوس كده، الاي اللي هي معامل الاهميه اللي هي الواحد، في الجي اللي هي عجله الجاذبيه 9.8 تمام، على ار. لو خلينا ده كده، خلينا الرقم ده كده نقسمه على الار، انتر يساوي على الار اللي قلنا اللي هي بتساوي 5 من طلعناها من الكود. يعني السكيل فاكتور المفروض ان هو بيساوي 2.68. ده في اتجاه مين؟ اكس. نكرر نفس الموضوع في اتجاه واي. احنا عندنا في اتجاه واي الاي كيو واي بالرقم ده اللي هو بكام؟ ب 600 كنترول في 681. لو نزلنا على ريسبونس كده واي هنلاقيه هنا بكام؟ كنترول سي ب 356. برضه هنقوم جايين عاملين هنا كنترول في. بنعمل ايه؟ بنقسم الاستاتيك على مين؟ على الديناميك. اهم حاجه بس نشيل علامه السالب دي، احنا بناخد القيم بالمطلق الموجب يعني. وبعد كده بنعمل ايه؟ بنقوم جايين ضاربين الرقم ده كده في 85 بيساوي الرقم ده نضربه في اي اللي هي ايه؟ الامبورتنس فاكتور اللي هي بواحد، في جي اللي هي عجله الجاذبيه. انتر، ونقوم جايين قاسمين الرقم ده على كام؟ على ار اللي هو كام؟ 5. يبقى السكيل فاكتور في اتجاه اكس، نعمل هنا كده في اتجاه واي واتجاه اكس. اتجاه اكس المفروض يبقى 2 علامه 8 6، واتجاه واي 3 علامه 1 8. طيب نعدل الكلام ده ازاي؟ نعمل دن ونفتح الحل تاني. نروح من قائمه ديفاين، ننزل على حاجه اسمها لود كيسز اللي احنا كنا معرفينها من شويه، الريسبونس اكس نعمل عليه موديفاي. وهنا كده السكيل فاكتور هنكتب بقى الرقم اللي احنا حسبناه اللي هو 2 علامه. لو خدنا ده كده كنترول سي ورحنا هنا كده كنترول في، تمام، نعمل اوكي. الريسبونس واي برضو نعمل موديفاي، ونقوم جايين كده عاملين في اتجاه واي كنترول سي، هنا كده كنترول في، كنترول في، ونعمل اوكي. اوكي، ونرجع نعمل ايه؟ نحل المنشأ تاني. انا في حاجه برضو عايزه اقولها، ان احنا هنا دلوقتي بنحل منشأ، المنشأ ده انا فرضاه مش موجود في الحقيقه. فباذن الله احنا هنخلص المنشأ ده من الاول للاخر. انا بس عاملاه كده عشان نفهم طريقه الحل والخطوات بالكود الامريكي وكل التشيكس. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقوم جايين عاملين جايبه منشأ موجود في الواقع وهنعمله مع بعض، ونقوم جايين ايه؟ منزله المنشأ ده على التصميم بتاعه بالاوتوكاد يعني، باذن الله. والافضل طبعا ان الناس تطبق معايا عشان الموضوع ما يلخبطش معاهم يعني. واللي محتاج حاجه يسيب الكومنت، يكتب التعليق بتاعه في الكومنت كده، وان شاء الله هرد عليه. رجعنا تاني بعد ما المنشأ حل. بنعمل ايه برضو بنفس الموضوع؟ بنروح هنا تيبلز، ننزل على اناليسيس ريزلت، بنختار ستراكشر اوتبوت، ومن بيز رياكشن بنعمل هنا كليك يمين شو تيبل، كليك يمين هنا كده بنختار ايه؟ حاله اي كيو اكس، وهنا اي كيو واي كنترول. وبرضو واحنا دايسين على كنترول نختار ريسبونس اكس وريسبونس واي، ونعمل ابلاي فلتر. من هنا كده بقى نحسب النسبه
احنا مفروض ان الكود، عشان برضو انا عامله هنا في الوورد كده الحاجات اللي هي اول التشيك اللي احنا مفروض نبدا بيها، ان الكود الامريكي قال ان احمال الديناميك لا تقل عن 85% من الاستاتيك. فاحنا لو هنا بقى حسبنا كده، هنا كده دي احمال الاستاتيك في اتجاه اكس كنترول سي، وهنا كده كنترول في، تاني هنا كنترول في، او نكتبها هنا معلقه كنترول او 681 لو هي مش مظبطه، 681 علامه 3859 3859. المفروض الرقم ده ما اتغيرش، عشان ايه؟ الرقم احنا لعبنا بس في الرقم بتاع الريسبونس سبيكترم. تمام، لو نزلنا بس على الريسبونس هنا هتلاقي الرقم بقى بكام؟ 579 579 علامة 17. مفروض ان الكود بيقول ايه؟ ان احمال الديناميك لا تقل عن 85% من الاستاتيك. يعني هنضرب كده الاستاتيك ده بيساوي كده في 85%. تمام، الديناميك ما تقلش عنه. احنا لو لاحظنا هنلاقي الرقمين هنا طلعوا بيساووا بعض، يبقى كده سيف، لان احنا اصلا مظبطينها ان هما ايه، الرقم يبقى مسيف، يبقى كده في اتجاه اكس ظبط معانا. طب لو جبنا في اتجاه واي، في اتجاه واي برضو نفس الرقم. طب الريسبونس في اتجاه واي هنا بكام؟ ب579 علامة 178. لو عملنا هنا كده في اتجاه واي، اتجاه واي اهو كان الرقم الاكس بتاعه اللي هو بكام؟ طالعاه من الايتابس ب681 علامة 35، والواي ريسبونس واي 579 علامة 17، 579 علامة 17. تمام، لو ضربنا كده نسبة الاستاتيك في 85%، طالعه بكام؟ 5 علامة 17، طالعين الاتنين بيساووا بعض، يبقى كده ايه؟ الموديل عملنا التشيك بتاعنا وظبطناه وكده سيف. ونكمل باذن الله في الفيديوهات القادمه بقيه التشيكس. شكرا.